شرقي يواصل التألق للمباراة الثانية على التوالي ويقتنص فوز قاتل للنادي الأهلي وفوز غالي، وكولر يواصل التأليف. الأهلي يقتنص فوز قاتل جدا أمام حرس الحدود في البلاس 90 عن طريق أشرف بن شرقي. برحب بإخواتي وحبايبي في كل مكان. قبل ما نبدأ حلقتنا طبعا ما تنسوش اللايك والفولو، وخلاص كلها أيام ونستقبل شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم بخير. النهاردة الأهلي كان يعني سيء جدا بصراحة، في بطء في التحضير. أنا ومش عارف كولر بيوصل التأليف. أنت ليه كولر؟ أنت اللي بتألف ليه كده كولر؟ يعني بصراحة كده لو مسكنا النادي الأهلي النهاردة بالورقة والقلم، ليه جراديشار يلعب 10؟ ليه ما تلعبش الطريقة 4-4-2 وتخلي دايما عندك اوبشن ان انت تلعب عرضيات؟ ليه تخلي دايما ان انت عايز تخترق من العمق؟ تيجي النهارده تمسك فرص النادي الاهلي، فيش الفرصه في الشوط الاول هي العرضيه اللي لعبها جراديشار وجت في العارضه بس قدام حرس الحدود. لكن النهارده بصراحه كل التحيه والتقدير لمحمد يوسف، بصراحه عمل جيم تكتيك عظيم جدا جدا. ولولا اشرف بن شرقي وتحركاته العظيمه جدا وتحركاته العبقريه وتوهجه في المباراه، النادي الاهلي النهارده كان يطلع متعادل. النهارده تسال اي حد النهارده خلاص دي كانت 93 المباراه كانت هتخلص خلاص. الاهلي كان ممكن المباراه تصير وتعادل بقى ويبعد عن الدوري بقى. النادي الاهلي عنده ماتشات 8 ماتشات او 10 ماتشات فاضلين في الدوري كلهم كؤوس، مش ماتشات بقى نقطه ولا انت عندك اوبشن ان انت ممكن تتعادل ولا لا. انت ما عندكش خيار تاني، هو عندك لازم تكسب كل المباريات عشان توصل وتحقق الدوري. لكن الاهلي النهارده في حجرفه، في خلل، في حاجه غلط. انت النهارده اما عندك محمد هاني وكريم الدبيس ولا عرضيه، الاثنين ما طلعوش في الشوط الاول. وتيجي لوسط الملعب احمد رضا النهارده بعيد عن مستواه. مروان عطيه بصراحه الجندي الموجود بصراحه بيتحرك كتير وينزل موجود وسط الملعب وعامل عمق دفاع بشكل كويس. لكن النادي الاهلي بصراحه يا جماعه مفيش فرص حقيقيه، غياب الروح. كولر عمال يالف وعايز يفرض حاجه، ومش ما تخليك واقعي شويه. يعني انت فيها ايه اما تلعب واقعي وتوظف كل لاعب في مكانه؟ اما ترجع امام عاشور مكانه وتخلي مثلا جراديشار يلعب مكانه، ليه الاثنين ما يلعبوش جنب بعض؟ ليه تخلي جراديشار تحت راس الحربه؟ انت فقدت مهاجم. انت النهارده جراديشار من اقل ماتشاته بصراحه، رغم ان هو بيتحرك وبتاعه عشان يفضي مساحات. حسين الشحات نفس الكلام اقل ماتشاته. امام عاشور بيحاول وعنده دايما اوبشن ان هو يشوط من بره 18، بيتحرك وبيوسع لزمايله. لكن الشوط الثاني بصراحه هما التغييرتين اللي فرقوا، السوليه واشرف بن شرقي. السوليه عشان يحررك الريتم شويه ويحاول ان هو يسرع الريتم او ينزل جنب العش وجنب رامي ربيعه عشان يسرع الريتم شويه وينقل النادي الاهلي من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. الاهلي في التحولات من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه كان بطيء جدا جدا بصراحه. الشوط الثاني الاهلي مع نزول اشرف بن شرقي الجبهه الشمال هي اللي اشتغلت وكان لوحده كمان. يعني حتى ما اشرف بن شرقي نزل والمفروض يطلع كريم ساعده، اطلع قدم له الدعم او قدم له المسانده في الجبهه الشمال. يعني انت مثلا، لكن الراجل بصراحه اشرف بن شرقي النهارده 2 على 1 بيكلفت وبيمر وبيعدي. انت النهارده لما تيجي تبص على الديفنس بتاع الحدود، عبد الحكيم ولا جوده ولا محمد سامي ولا انتخيمه مش عارفين يعملوا ايه ولا ايه. يعني انت اشرف بن شرقي يخش من العمق يطلعوا له على الطرف، يخش من الطرف مش عارفين يعملوا ايه معاه بصراحه. لعيب من طراز فريد بصراحه. وواضح ان اشرف بن شرقي جاي يعمل مجد مع النادي الاهلي بصراحه. الراجل يعني جاي راجل اهوت ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا فورمه. الراجل النهارده المباراه الثانيه على التوالي بيسجل منذ الدقيقه الاولى وهو رجله في الملعب. سجل في الزمالك وسجل النهارده في الحدود. ليه ما تلعبش بيه اساسي؟ واشرف بن شرقي عايز علي معلول. اشرف بن شرقي المهاجم ده عايز علي معلول معاه في الجبهه الشمال. هتبقى جبهه، وخاصه في كاس العالم للانديه هتبقى جبهه ناريه، جدا. لكن هو في المجمل الاهلي يقتنص فوز عظيم وفوز ثمين جدا جدا في استمرار حفاظه على لقب الدوري هذا العام، ويرتفع رصيد النادي الاهلي ل 36 نقطه متساويه مع بيراميدز. لكن الاهلي الاول بفرق الاهداف لان بيراميدز لسه عنده مباراه هذه الايام ان شاء الله في الدوري. وانتظروا ان شاء الله باذن الله في لقاءات جديده، واشوفكم دايما على خير. انتظروا ان شاء الله مباراه الريال وريال سوسيداد ان شاء الله. السلام عليكم.